قابلت مكان مهجوع على البحر ديت، مدخل الفيلا ادخل فيها واشوف ايه اللي مستنينا جوه. في سلم هنا، ان الله اعلم ايه اللي موجود تحت. كمل اكتشاف. نطلع الجزء دوت ونشوف ايه اللي موجود فوق. قابلت مكان مهجوع على البحر وحابب اخش اكتشفه. المكان ده موجود جنب شركة الفوسفات، ولكن لسه موجود فيه فيلل مهجوعة منها للبحر على طول. فانا حابب ادخل فيها واشوف ايه اللي مستنينا جوه. شايفين؟ ربنا يستر. هندخل الفيلا ديت ونشوف ايه اللي موجود جوه، وهنشوف ايه اللي مستنينا جوه. لازم نكمل مغامرتنا لاخرها، عشان كده مش هسيب مكان مش هكتشفه. هنا ده عامل زي مسجد كده موجود على البحر، وفيه مخازن مقفولة، وديت مدخل الفيلا. بسم الله. حلو ده. خش بقى انت. خش. هنا حمام. ده جزء اهو. شايفين الازاز في كل حته. الفيلا ديت موجوعه منها للبحر على طول. شايفين؟ منها للبحر على طول، ودي البرندة بتاعتها. اكتشاف. في سلم هنا، ولكن مش هننزل طبعا لان الله اعلم باللي موجود تحت. مكان مهجوع بقاله مئات السنين. ده جزء مهجوع تحت. ايه زي ما انتوا شايفين كده، ده الباب اللي بيخرج على بعض. زي ما احنا شايفين كده مكان مهجور تماما. دي ورقة جريدة هنشوفها بتاريخ كام. ايه ديت من 2017. لا دي جديدة. مكان جميل جدا وتحفة جدا، بس للأسف مكان مهجور ملوش صاحب ولا حد ساكن فيه. ده كتاب مكتوب بلغة مش عارفين اللغة ايه دي.
بس المكان دوت اصلا اللي كان عايش فيه من التمانينات كان ايطاليين. دي فيلا كان عايش فيها ايطاليين، ولكن المكان اتهجر ومقفول بقاله مئات السنين زي ما انتوا شايفين كده. مكان منه للبحر على طول، مفيش اي حاجة حواليها. اظن انا كده ما سبتلكوش مكان في الفيلا ما شفناهوش، ولكن في جزء علوي سلم لفوق، والله اعلم ده بيطلع على فين، ولكن هنطلع الجزء دوت ونشوف ايه اللي موجود فوق وايه اللي مستنينا فوق. هنا المكان مقفول من فوق، مش عارفين ايه اللي موجود، ولكن نطلع ونشوف. ده سطح الفيلا، بس طبعا الحتة ضيقة جدا، فانا مش هطلع عشان ما نتبهدلش، ولكن انا كاشفه لكم اهو. ده سطح الفيلا مفيهوش اي حاجة زي ما احنا شايفين كده، وبكده ما سبتلكوش مكان في الفيلا ما اكتشفناهوش مع بعضينا. فاهم حاجة؟ مننسوناش بدعمكم وشير لاصدقائكم، عشان طول ما انتوا بتدعمونا طول ما احنا بنكتشف اماكن جديدة.